لو انا كنت مكانك مستحيل كان عملت هيك، اسمعي لازم تعملي هيك ومش لازم تعملي هيك. ما كنت بمكاني ولا عشتي حياتي ولا رح تعيشيها ولا كنت جنبي، فشكرا ما بدي اسمع. هاي جايز، ويلكم باك بفيديو جديد. اليوم الموضوع هو من اكثر الاشياء اللي انتم بتسالوني عنها. وعد كيف ما بفرق معاكي كلام الناس. وعد كيف اعمل هيك من غير ما استحي انه الناس حتحكي عني. احذري شو الناس حيحكوا عنك شو ما عملتي، فاعملي اللي انت بدك اياه لانه رح ينحكى عنك بالحالتين. اذا عشتي عشان ترضي الناس، لو ضليتي عمرين بعد عمرك ما رح ترضيهم، كل شوي حيطلع لك واحد حيخالف اللي انت بتعمليه او اللي انت بتحكيه. طيب لو الموضوع يا واحد بيجي من اهلي، لو هم بيحكوا لي حكي انا ما بحبه وانا بخاف من ردة فعلهم او شو اعمل معهم، هذا الحكي رح نحكي فيه اخر الفيديو. هلا ركزوا لي على الناس اللي حواليكم، كيف تتعاملوا معهم وليش رايهم مش مهم. هدول الناس بعد كم سنة مش حيتذكروا انت شو كنتي تعملي اصلا، فليه توقفي حياتك عشانهم؟ اثنين، هل هدول الاشخاص ليه انت موقفة حياتك كلها عشان رأيهم ناجحين؟ لا، بتحداكي عليها. ليه؟ الشخص الواصل للي بده اياه وعارف شو بده من هالحياة مستحيل يحبطك، مستحيل يمسكك ويقول لك انت تافهه واللي بتعمليه كله غلط بغلط وينزلك لتحت ويحسسك انه لو شو ما عملتي بهاي الدنيا على الفاضي. مستحيل حدا ناجح يحكي لك هذا الحكي. دائما هذا الحكي من مين بيجي؟ من يا شخص بغار منك، يا شخص بخاف منك، يا شخص بحسدك، والثلاث أسوأ من بعض. بس هاي هي الحقيقة المرة اللي انت مش راضية تسمعيها لحالك، انه الاشخاص اللي قاعدين بتفلسفوا وبيحكوا لك انه انت غلط واللي بتعمليه غلط واللي بتعمليه مش صح، هم نفسهم الاشخاص اللي بيعملوش ولا شيء بحياتهم. حياتهم ماشيه ترى للي بس ماشيين على انهم هم يكسروا بمقاديف الناس ويكسروا بنفسياتهم وضلهم واقفين بنفس المكان. عن جد بدك نوعيه هدول الاشخاص هم اللي يخلوك توقفي بحياتك وما تعمليش ولا شيء؟ ليه تعطيهم هاي الأهمية؟ ليه تحسسيهم إنهم محور الكون ومحور الاهتمام؟ هم نفسهم مش شايفين حالهم مهمين، انت تحسسيهم بهاي القيمة وبهاي الأهمية. ليه؟ بعدين مش كل حدا بيجي بيحكي معاكي أو بنتقدك أو بتفلسف عليكي بيستاهل إنك انت تتطاوشي معه. خديها من حدا تعلمها بالطريقة الصعبة. أنا كنت كل ما حدا يجي يدقرني أدقره، أخدها شخصي، يعني إنه هو جاي يتطاوش معي بدي أتطاوش معه وبدي أسمعه حكي زي ما سمعني حكي. لا، لا، لا. pick your fights يا جماعة. مش كل شخص بيستاهل لا انك تحبيه ولا انك تطوشيه. انت متخيلة كمية الطاقة اللي لازم تحطيها بكل هدول الناس اللي حيفوتوا حياتك؟ ليه؟ طب ما في ناس مستقصدة انها تنرفزك عشان تاخد منك اللي هم بدهم اياه، انك تنحري وتتضايق ويخربوا يومك. هل هدول بيستاهلوا انك تعطيهم اللي بدهم اياه؟ لا. طب ما في ناس بدها تطلع عقدها الشخصية عليكي عشان هم ينبسطوا انهم عقدوكي، بطلوا هم المريضين النفسيين الوحيدين هون، صرتي انت كمان. هل هدول بيستاهلوا انك انت تطوشيهم؟ لا. في ناس بيستقصدوا يتطاوشوا معاكي عشان يطلعوا أسوأ اشي فيكي ويحكوا ها شفتوا هي هيك، هاي شخصيتها هيك، هي صفاتها هيك، عشان يحطوكي في موقف محرج قدام الناس. هل هدول بيستاهلوا انك انت تتطاوشي معهم؟ لا. ضروري تفهمي هاي العقلية عشان تستوعبي انه طاقتك غالية، ما تعطيها لأي حدا. مش كل حدا بيجي بيحاول يسبك او يأذيكي او تردي عليه. احيانا يا جماعة عدم الرد رد بحد ذاته، فيش داعي تعملي اشي، مجرد سكوتك او نظرة واحدة على هذا الشخص اعطيتيه درس بحياته ما تعلمه. خلوني احكي لكم شغلة انا صارت معي. So basically one of my old friends، من اصحابي اللي قدام اللي بطلت صحبة معهم، اكتشفت ريسنتلي انها بتحكي عني ومش مقصرة. فكرة مش هون، فكرة انها راحت حكت لاشخاص مقربين مني وهي عارفة انه هم رح يوصلوا لي. بعد ما وصلني الحكي طلعت هيك فرطت ضحك. ليه؟ لأنه هاي البنت بالذات أنا لما افترقت عنها مسكتها وطلعتها برا حياتي، لا عتبت ولا حكيت ولا إشي، خلص تأكدت إنها عملت إشي أنا ما بقبله، مسكتها بيو. فهي إنه كيف وعد عملت فيها هيك؟ كيف يعني إنه أنا ما طاوشتها وما حاولت أخليها تبرر ولا عملت دراما ولا قلت أنا مظلومة ولا إشي. تخيلوا إنه هي بعتت كل هذا الحكي بس لأنها مقهورة انه انا ما عبرتها. وجس وات، لو تضلها تحكي من هون لبكره ما رح اعبرها. ليه؟ لانه هذا اللي هي بدها اياه. والاشي اللي بيضحك، اللي عن جد بيضحك، انه كان في مسج هيك بين مسجاتها عم تحكي انه هلا بكره وعد بتعمل علي فيديو يوتيوب وبتحكي عني قد ايه انا صاحبه سيئه وانا. واحد، thank you for watching حبيبتي you're giving me money. اثنين، ما في اثنين، انت مش هالقد مهمة.
بس انتوا متخيلين قديش هي مقهورة انه انا ما عبرتها؟ That's exactly what you need to do. احيانا عدم الرد رد، ورد بيقهر كمان. يعني خدوا اللي قلت لكم اياها مثل حكم ومواعظ. في ناس بيستقصدوا طلعوا منكم ردة فعل، لا تعطوهم اياها. يعني زي فلانة اللي حكيناها هلا، she's gonna be watching this video and she say oh. انه حرفيا هي she's hating on me، هي عم تحكي عني، هي مش مقصرة فيي، بنفس الوقت she's giving me money. فتعرفي شو ضلك احكي. وعدا عن هيك، انا لما دخلت السوشيال ميديا ما كانوا كل اللي حوالي سبورتيف الي انه اطلعي واعملي فيديوز وهيك. بالعكس كانوا اغلب اللي حوالي انه شو سوشيال ميديا وشو هذا الهبل وشو هاي التفاهه وابصر شو. وهلا حرفيا ما في حدا من هدول اللي حكوا لي ما تعملي هيك وشو الهبل وشو التفاهه هاي ما اجوا بحكي لي وعد اسمع بفكر افتح بيج، شو برايك اعمل بالضبط؟ ما بعرف، اكتشفي الموضوع لحالك. كل الناس اللي بنتقدوكم بمرحلة معينة لما بتكونوا بدكم تبلشوا بإشي معين، صدقوني نفسهم حيرجعوا لما انتوا تزبط معاكم، حيحكوا لكم هاي تتذكروني؟ احكوا لهم لا ما بنتذكركم. فانسوا الناس عن جد وركزوا بحالكم انتوا. انا وقتها نسيت الكل وركزت بحالي انا، انه تعرفي شو، بغض النظر هم شو بيحكوا خلينا على الاقل نجرب. ما رح نعرف حكيهم صح ولا لا الا اذا جربنا، فخلينا نبلش. وهذا اللي انت لازم تعمليه. بلشي، بلشي بالإشي اللي انت حاطاه ببالك، حتى لو الكل بقول لك عنه تافه كرنج شو بدك تعملي شو الهبل، بلشي فيه. بلشي فيه وما يهمك ولا اي حدا تاني، ما حدا حيعرف ولا حيشوف النتيجة غيرك. وحاولي طول ما انت ماشي بهذا الطريق مش تسكري دنياكي، لا، اسمعي من هون طلعي من هون، غير هيك ما رح تزبط معاكي. فاكرين انه اي حدا نجح بحياته نجح من غير ما يتعرض لحكي سيء؟ مستحيل. او ناس سلبيين؟ مستحيل. كلنا بنتعرض لهذا الحكي، كلنا. بس الفرق انه مش كلنا بنختار انه يأثر علينا. اعتبروا هذا الحكي اللي عم بيجيكم عم بنحكى معكم بلغة انتم ما بتفهموها. يعني انا بحكي عربي، هو بحكي انجليزي، انا ما بعرف احكي انجليزي، ما رح افهمه شو بحكي، بالعكس رح اصير اضحك انه شو بحكي معاي هاد. exactly. اعتبري هذا الشخص بحكي بلغة انت ما بتفهميها واضحكي ومشي وامشي بحياتك، هذا المهم. وما تضلك تفكري بكل حدا بتشوفيه انه يا رب يحبوني، اسمعي بديش اعمل هيك بلاش يكرهوني او يفكروني شايفه حالي او يفكروني مش لطيفه. خليهم يفكروك مش لطيفه. هل انت اصلا شايفتيهم لطيفين عشان انت تحبي هم يشوفوكي لطيفه؟ لا. طيب ليه مهتمه؟ قبل ما تهتمي برأي الشخص اللي قبالك اسألي حالك، هل انا حابة هذا الشخص؟ يعني أنا كنت زمان من نوعية الأشخاص اللي عادي ممكن يعدوا أغلاط كتير عشان الناس ما تفكرني إنه مش لطيفة أو ياخدوا عني فكرة مش حلوة. بعدين صرت إنه لا، بس أشوف حدا بيتعامل معي بطريقة مش حلوة أوقفه عند حده، إنه مش مهم هو حيفكرني مش لطيفة، ياخد فكرة مش تمام عني. هو غلط معاي أو هو تعدى حده معاي، أنا حوقفه عند حده. إني أنا ما حبيت الأسلوب ولا البني آدم اللي كان واقف بيحكي معاي. ليه اهتم هو ايش حيفكر عني؟ وهدول الناس اللي بيتعمدوا يتنمروا عليكم او بيتعمدوا يسمعوكم حكي مش حلو او سلبي او بيحطموكم، فيش داعي تنتقموا منهم ولا تضيعوا وقت عليهم. صدقوني الله يعينهم على حالهم. الاشخاص اللي فيهم طاقة سلبية وسودة بدهم يأذوا الناس ويحكوا عنهم ويعملوا فتن وشر، دول قلبهم تقيل، هدول قلبهم مليان سواد. الله يعينهم على حالهم. فيش اشي انت ممكن تعمليه اسوأ من اللي هم فيهم. بس بيهم على اللي هم فيه، لانه والله ما هم عارفين يتعاملوا مع حالهم وهم اصلا ما بيحبوا حالهم. فليه همك انه يحبوكي؟ هم نفسهم مش طايقينها. اما لما يجي الموضوع من الاهل، مثلا اهلك يحكوا لك اشي يكسر بخاطرك، اشي سلبي، اشي دائما بخليكي تبكي، شوفوا موضوع الاهل شوي مختلف عن اي قواعد ومبادئ تانية، لانهم بضلهم اهل. ولكن بالشكل الطبيعي بدون الحالات الاستثنائية اللي بيكون فيها الأهل معنفين، الأهل سيئين، الأهل سمين مع أولادهم، هاي حالات مختلفة تماما. أنا بحكي بالوضع الطبيعي، إذا أهلك بيسمعوكي حكي سلبي، حكي بحطمك، حكي بكسر بخاطرك، شوفوا أنا عارفة إن اللي أنا رح أحكيه صعب، بس حاولوا تقبلوا برحابة صدر. أحيانا الأهل لما يرموا كلام ما بيعرفوا عواقب هذا الكلام، بس بزتوه هيك. انت اللي بتقدري تعمليه انك توضحي هذا الحكي انه كتير بضايقك كتير بزعجك انه ما يحكوا معاكي هيك. اذا حسيتي انه هذا الحكي ما عم بيشتغل، مش نافع،
ما عندك غير خيار واحد بس، انك تسمعي من هون تطلعي من هون. اهلك بعمرهم ما بيكون قصدهم يهاجموكي، هم اوقات بس ما بيعرفوا يوصلوا الحكي صح. يعني مثلا انا اوقات اهلي كنت انزل فيديو يقعدوا يعلقوا على اشياء كتير بسيطة، انه مثلا إيه الاضاءة مش حلوة بهذا الفيديو، ليه هيك مغبش، وانا اكون تعبانة على الفيديو الي 3 ايام، فافوت احرض اصير اعيط. كتير طبيعي هذا الحكي، هم بس ما بيعرفوا يوصلوا الرسالة. مع الوقت بصير جلدك اسمك، بطل احكي هذا الحكي يأثر فيكي، بس اولها يكون الموضوع صعب عليكي وحساس، خصوصا اذا كان الحكي عميق اكتر، اذا كان الحكي جارح اكتر. اذا وصل الموضوع هون ما إلك غير انك انت تتحملي هذا الحكي، تدخليه من هون، طلعيه من هون، وتديري بالك انه هذا الحكي جد ما يأثر عليكي قد ما حاولتي. واذا في كان طرف او فرد من افراد عائلتك مؤذي وجارح إلك، حاولي ما تحتكي معه قدر الامكان، حاولي تبعدي عن هذا الشخص عشان ما يصير في احتكاك وجوز تأذوا بعض. يعني خلص تمام انت هيك، انا ما بدي اقعد معك بكل بساطة. لانه الاهل صعب تهاجموهم يا جماعة، لانهم اهل، انتوا عايشين معهم كل يوم، شايفينهم كل يوم، ما بتقدروا عن جد تعملوا اشي. كل اللي بتقدروا تعملوه تتحملوا وتدعوا انه ربنا يحسن الوضع، وتركزوا عليكم انتوا. يعني ما تخلوا حكي اهلكم السيء او السلبي يدخل براسكم ويعلق، حاولوا قد ما بتقدروا تسمعوا وتطلعوا. اذا في اشي ثبت بمخكم وما طلع، اشتغلوا عليه انه يطلع، وضلكم مركزين على انتوا شو بدكم، برغم اي اشي الناس حواليكم عم تحكي لكم اياه او اهلكم عم يحكوا لكم اياه. اذا انتوا عن جد بدكم اشي وشايفين انه رح ينجح ورح يكسر الدنيا، وما كان هذا الاشي لا فيه لا غلط ولا عيب، اوكي حطوه براسكم واشتغلوا عليه وحطوا كل طاقتكم عشان تثبتوا انه اللي حاطينه ببالكم صح. استخدموا هاي الطاقة السلبية اللي بتنحط فيكم وقود لانكم انتوا تستمروا باللي انتوا بدكم اياه. تعلموا تعيشوا بسلام داخلي قدر المستطاع. اي شخص سلبي، اي شخص بيأثر على مخكم، حاولوا اسحبوه وبعدوه قد ما بتقدروا. حافظوا على السلام الداخلي عشان تحافظوا على الطاقة اللي فيكم، توجهوها على المكان الصح، مش تروح على ناس غلط وعلى مواقف غلط. وتذكروا شو ما الناس عملت فيكم او شو ما حكت عنكم، كل اشي الواحد عمله بيرجع له، كل ساق سيسقى بما سقى. كل اشي الناس عملته فيكم، كل اشي الناس حكته عنكم، كل اشي حدا عمله فيكم سواء سيء او منيح بيرجع لهم. فما تخافوا، الشخص اللي اذاكم ربنا رح يرد له هذا الاذى بطريقة ام باخرى، واذا مش بهاي الدنيا بالاخرة. فما تركزوا الا على حالكم وسيبوا الناس وهم الناس لإلهم، كل واحد الله يعينه على حاله. ركزوا انتوا شو بدكم، لانه اذا ركزتوا حتوصلوا لكل شي بدكم اياه. وتذكروا اي شخص اذا التزم بيوصل، واي شخص لو بس اهتم بحاله وحط كل هاي الطاقة على حاله بينجح. وبالنسبة للفلانة هديك اللي بتحضر فيديوهاتي عشان تحكي عني، بليز كيب on watching، وفي فيديوهات تانية ما تنسي تشيكي عليهم، وانتوا كمان لا تنسوا تشيكوا عليهم. I love you، مش فلانة انتوا. باي باي.